المسقعة في الطاسة من غير بقى فرن، وكمان بقلل نسبة دسم من غير ما نقلي البتنجان او نحمره او يشرب زيت او الكلام ده كله. عايز اقول لكم ان كان طعمها وريحتها خطيرة جدا من غير بقى لحمة ولا فراخ ولا الكلام ده كله. وصفة صحية واقتصادية ولذيذة جدا، وان شاء الله هتعجب الكل. زي ما انتوا شايفين الطبق يفتح النفس قوي مع العيش البلدي بقى او اي عيش متوفر. عايز اقول لكم طعمها كان رهيب، حلوة جدا وطريقتها بسيطة وزي ما قلت لكم اقتصادية ومشبعة جدا. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. اول حاجة على البلانشة كده هبتدي اجيب بتنجانتين كبار، يعني عاملين حوالي كيلو من البتنجان. هشيل الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت كده، وهبتدي ان انا اقشر البتنجانة، يعني ناحية وناحية لا، هقشرها نص تقشيرة كده. ما بقشرهاش تقشيرة كاملة علشان البتنجان ما يتهريش معايا لما يستوي. انا عايزاه مستوي بس في نفس الوقت قطع كده تكون متماسكة ومش مهرية معانا. هبتدي اقشر بقى بالطريقه دي زي ما انتوا شايفين، وبعد كده همسك كل بتنجانه هبتدي اقطعها بالطول، وكل نص كده هبتدي اقطعه مكعبات صغيره. ملحوظه لازم البتنجان يكون طازه، لان البتنجان لما بيكون طازه بيكون لونه فاتح زي ما انتوا شايفين. التقطيعه بوريها لكم ما تكونش اكبر من كده ولا اصغر من كده. البتنجان لما بيكون طازة بيكون طعمه مسكر ولونه فاتح زي ما انتوا شايفين كده، لكن لما بيكون قاعد بقاله فترة في التلاجة طعمه بيكون ممرر، ما بيكونش احلى حاجة. بقطع بقى كمية البتنجان اللي عندي بالطريقة دي لمكعبات، مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي، علشان تستوي كده معايا بسرعة، ما تاخدش وقت في التسوية كتير، وبرضو ما تكونش صغيرة علشان ما تتهريش مني. زي ما انتوا شايفين البتنجان فاتح ولونه حلو وكان مسكر علشان انا استخدمته وهو طازه. انا كده خلصت الكمية. هجيب بقى معلقة ونص كبيرة كده من النشا، هبدر بس بيها البتنجان علشان ما يشربش معايا زيت كتير. انا مش هضيف زيت كتير، بس برضو عشان ما يشربش الزيت اللي معايا. في طاسة تيفال بقى وهنزل عليها معلقتين كبار من الزيت، وهبتدي ان انا اشوح البتنجان، مش هقليه قلي لكن هشوحه في كمية الزيت دي. اهم حاجة الطاسة تكون تيفال علشان البتنجان ما يتحرقش مننا او ما ينشفش ويحتاج مننا زيت كتير. فالطاسه التيفال بتساعدني ان انا ما ازودش زيت كتير. هبتدي بقى اشوح البتنجان بالطريقه دي على نار هاديه جدا، وهرش شويه من الملح علشان يساعد لي ان البتنجان كده يستوي ويطرى معايا. هقلب كده لمدة مثلا 5 دقايق او 6 دقايق. زي ما انتوا شايفين البتنجان كده ما استواش تماما لكن استوى نص سوا، وده المطلوب. زي ما انتوا شايفين كده اتشوح معايا واتحمر اهو، يعتبر بأقل نسبة دسم او زيت. هضيف بقى في نفس الطاسة معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم. هشوح التوم كده في معلقة الزيت. انا احتاجت كده 3 معالق كبار من الزيت، مش كتير على الكمية اللي انا مستخدماها. لو هنقل الزيت هيكون شارب زيت اكتر وهيكون طعمه مش حلو ومش صحي. هنزل بقى على التوم بطماطمتين مقطعهم صغير، ممكن تبشر الطماطم زي ما انت عايزة. هتبتدي بقى الطماطم مع التوم تنزل المية اللي فيها. هضيف لها بقى معلقتين كبار من الصلصة المركزة او الصلصة المعلبة، وهبتدي اقلب الصلصة مع الطماطم لحد ما الطماطم تبتدي يعني تستوي شوية. هزود لها نص كوباية كبيرة من المية العادية خالص، وهسيب بقى الطماطم مع الصلصة تتسبك وتستوي شوية. اول ما تبتدي تغلي كده هزودها بس رشة من السكر علشان حموضة الطماطم، وهسيبها كده لمدة دقيقتين او 3 لحد زي ما قلت لكم ما تتسبك. وبعد كده بقى هنزل عليها بالبتنجان اللي تقريبا استوى معايا نص سوا. هقلب بقى البتنجان مع الطماطم او الصلصة اللي انا جهزتها. بعد كده هضيف فلفل اخضر حلو مع فلفل احمر. الفلفل الاخضر والاحمر بيدوا طعم حلو قوي. تقدري تزودي فلفل حامي لو تحبي، ومعايا نص معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة، ونص معلقة صغيرة من الشطة، ونص معلقة صغيرة من البابريكا. لو هتستخدمي فلفل حامي بلاش تزودي الشطة. وهنقلب بقى، ما تنسوش الملح
عشان طعم الوصفة يكون مظبوط كده. وهنقلب بقى البتنجان مع الفلفل والطماطم والكلام ده كله. بعد كده ههدي النار خالص على اهدى نار عندي، وهغطي بقى الطاسة دي وهسيبها مع نفسها لمدة نص ساعة. انا بصراحة زودتها شوية مية، يعني زودتها ربع كوباية من المية علشان البتنجان يستوي وما ينشفش معايا في الطاسة. وزي ما انتوا شايفين كانت استوت معايا بعد نص ساعة. اهم حاجة على نار هادية جدا علشان البتنجان يستوي وما ينشفش معانا. زي ما انتوا شايفين كده، عايزه اقول لكم ريحتها كانت حلوة جدا، والبتنجان مستوي ومش مهري معانا خالص. بنقدمها بقى وهي سخنة كده، هي حلاوتها تتقدم وهي سخنة كده جنب بقى عيش بلدي وطبق مثلا طبق مخلل. بتبقى أكلة حلوة جدا واقتصادية ومن غير بقى لا لحمة ولا فراخ ولا الكلام ده كله. طبق عايزة اقول لكم شهي جدا وبيفتح النفس، حاجة حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين كده مع العيش بقى البلدي، تحفة قوي، عجبتني. زي ما قلت لكم صحية واقتصادية، ما خدتش معانا غير 3 معالق بس من الزيت، وده اللي مخلي طعمها معانا كده خفيف. جربوها على طريقتي وان شاء الله تعجبكم جدا. دي كانت وصيتي البسيطة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.